كريستال. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالوا بقى نعمل البطاطا المسكرة المعسلة دي. بجد لو جربتوها تعملوها على طول بنفس الطريقة. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بجد طعمها لذيذ وموجودة كتير كمان في السوق، يعني مش هندور عليها. هنحضر البطاطا ونجيب طبق ونحط فيه مية، والاسبونشة دي مخصصاها للخضار وللفاكهة. بجد بتنجز معايا. بصوا، بتطلع اي حاجة في الخضار حتى لو كانت لازقة. تغسلي بيها البطاطا، تغسلي بيها البطاطس، البنجر، اللفت، اي خضار تغسلي بيها. بصوا بتخليه نضيف جدا، بتخليه جميل. بس تخصصوها للفاكهة وللخضار. ما بستغناش عنها، فبنجيب كذا واحدة ونخصصها لكذا حاجة. واحدة للمواعين، واحدة للتنظيف، واحدة للخضار والفاكهة. فبجد بتنجز معانا حاجات كتير قوي. لو وصلتوا لحد هنا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي كومنتات كتير حلوة شبهكم كده. بس كده هنغسلها كويس كده، وهنفضي المية دي، هنغسلها تاني وهنقطعها بالسكينة. نقطعها دواير كده، التقطيعة اللي انتوا حابينها. ممكن تسيبوها كده برضو عادي. هنقطعهم كلهم بنفس الدواير دي. الطريقة دي يعني هتحبوها كلكم وهتعتمدوها. خلصنا الكمية خلاص. هنحضر صينية، هنحط معلقتين سكر، وهنرص البطاطا في الصينية كلهم. وهنوطي النار، ما نخليهاش عالية عشان السكر ما يتحرقش. الطريقة دي هتخلي البطاطا مسكرة وجميلة واحسن كمان من الفرن. وهنحط معلقتين سكر من فوق برضو، وهنغطيهم. اهم حاجة نوطي النار عشان السكر ما يتحرقش معاكم. وبس كده واستوت. بجد تحفة، طعمها لذيذ جدا وما بتاخدش وقت كتير زي الفرن. ياريت تجربوها، ويا رب تكون عجبتكم البطاطا المعسلة المسكرة.